الحاجه الحلوه ما كملتش ان فوز تونس فازت بس ما فيش تاهل. عندنا نقدر نتكلم عن الفوز التاريخي لتونس على فرنسا، وقبل طبعا نبدا نتكلم عن الماتش مش تشترك في القناه بعد زر الجرس عشان يوصل كل جديد. يلا بينا نخش في الماتش. انا الماتش بالنسبه لي حاجه غريبه، يعني ايه يعني إيه كان فينك يا تونس من زمان؟ يعني فينك ما تلعب الماتش ده قصاد استراليا كنت هتخلص عليهم. ويعني انا مش فاهم. ولما عمل تبديلات واحد مثل زي علي معلول ده ما ينفعش يقعد بالنسبه لي، يعني انا شايفه ما ينفعش يقعد. واحد زي وهاب الخزي برضه ما ينفعش يقعد على الدكه، الماتشات اللي فاتت كان بيقعد على الدكه. في لاعيبه كده زي كانت بتقعد على الدكه ما تفهمش. لعيبه كويسه جدا وكان بيلعب بناس مختلفه. ما اعرفش، وده كان واضح في الماتش. كان اللعيبه كان عندها روح، اللعيبه كان عندها روح وكان عندها مقاتله او جرينتا زي ما بيقولوا التوانسه. فيعني ما ينفعش، لان اصلا المنافس بتاعك الاساسي هي استراليا، مش فرنسا ولا الدنمارك. هي المنافس الاساسي بتاعك هي استراليا. يعني كنت خدت يعني استراليا كان لازم تكسبها. المجموعه بتاعتك هي تكسب استراليا، هي خلاص انت اتاهلت بنسبه كبيره. نقطه من هنا، نقطه من هنا، ثلاثه من هنا، من اي ماتشين من الماتشين، اي ثلاث نقط خلاص انت كده اتاهلت رسمي. ما تونس يعني ما فرنسا داخله لك ما داخله الشوط الاولاني بالبدلاء، بدليل ان هم مش هياخدوا الشوط الثاني لما نزل بقى مبابي ونزل عثمان ديمبélé ونزل ما عرف تونس ما عرفتش تطلع من جوه الملعب. فهو لو فرنسا كانت محتاجه اي نقطه كان الماتش ده ما كانش يخلص بالطريقه دي. معلش، مع احترامي لتونس، الامكانيات بتاعت الفرديه بتاعت اللعيبه مش فرق طبعا شاسع بين تونس وفرنسا، بس الروح غطت على الموضوع ده كتير بالذات الشوط الاولاني. وده اللي عايز اقوله، ان هي انت الاساسي بتاعك المنافس بتاعك استراليا، يعني كنت لازم تكسب استراليا وهو ده اللي ضيع عليك الفوز. طبعا مباراة فرنسا مباراة تونس طبعا تفوز على فرنسا بكم نجوم. الشوط التاني نزل كم النجوم بتاع فرنسا او التشكيله اللي بيلعب فيها فرنسا، ودي حاجه كويسه جدا وحاجه فخر للكره العربيه تزعل. بس الاداء كويس وتونس تعرف تجيب 4 نقط في المجموعه، دي حاجه كويسه جدا. ويعرفوا يكملوا عليها الفتره اللي جايه ويعملوا بقى يجهزوا من دلوقتي لايه، لكاس العالم 2026 في امريكا ان شاء الله. وتونس على فكره منتخب كويس جدا ومعاه لعيبه كويسه جدا. المساكني كان المفروض ينزل النص الشوط الثاني، كان يعرف المساكني هيعرف يوقف لك على الكوره ويعرف ينقلك من ورا لقدام. لما فرنسا دخلت عليك بكل الطرق وما كنتش عارف تطلع، تونس ما كنتش عارف تطلع، كان لازما يوسف المساكني كان لازما يخش في الفتره دي. كان هيرجع، كان هيحاول يقف على الكوره ويحاول يطلع اللعيبه يمين وشمال. فاعتقد دي الحاجه الوحيده اللي كانت ناقصه النهارده. بس تونس عامله ماتشات جامده جدا. وطبعا الكره، طبعا الاوفسايد اللي جاء، الكره قصدي الفاول اللي جاء، الكره اللي دخل الجون من جريزمان طبعا هي فاول 100%، يعني 100% فاول. وطبعا الف مبروك طبعا لتونس، وان شاء الله يكملوا على كده. وهارد لك يعني على عدم التاهل، بس فوز منتخب عربي على فرنسا دي حاجه كبيره جدا للكره العربيه كلها. والف مبروك طبعا للتوانسه كلهم.